سبورتس. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص والحصري مع مهاجم المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما المتوج بلقب كأس العالم، هداف البطولة، نجم من نجوم هذا الجيل الذهبي، ياسير الزابيري. ياسير، مرحبا بك وشكرا على قبول دعوتك. بكم داركم الثاني يا أخويا. بداية ألف مبروك هذا الإنجاز التاريخي من حي سيدي يوسف بن علي بمراكش إلى منصة التتويج بكأس العالم. بصراحة هل تغيرت نظرتك لنفسك كلاعب الآن؟ سؤال شوية. لا الصراحة ما تغيرش نظرة الوجه ديالي لراسي، حيتاش من صغري وانا كنحلم زمان نوصل لهاد اللحظة هادي، يعني ما حد يوصل لهاد اللحظة هادي وانا باغي نعيشها، يعني إيفوا وصلت ليها خاصني نبروفيتي منها الماكسيموم، ولكن في نفس الوقت ننسى ونحاول نمشي لمرحلة أخرى عاوتاني فوق منها. والحمد لله على كل حال، زعما لحظة زوينة تعيشها. كنبغي نشكر الدراري كاملين اللي عاشوا معايا هاد اللحظة هادي والستاف ديالنا وكل شيء، كنبغي نشكرهم على هاد اللحظة الزوينة اللي عشنا مع بعضياتنا، عمرها تنسى لي. أولى خطواتك في عالم المستديرة كانت مع مدرسة الكوكب المراكشي لمدة موسم واحد، بعدها التحقت بإحدى الجمعيات الرياضية لمدة موسمين قبل أن تلج أسوار هذه الأكاديمية، أكاديمية محمد السادس. أنت منتوج خالص لهذه الأكاديمية. ما الذي تعنيه لك وأنت إحدى ثمرات نجاح هذا المشروع، وماذا تريد أن تقول لكل من ساهم في تكوينك؟ أول حاجة نبغي نقول الأكاديمية شكرا بزاف، حيت الصراحة كنحس بهم بحال دارنا. دخلت في 10 سنين، يمكن كنت نقرا في الرابع، باقي صغير بزاف. دخلت رحبوا بينا بأحسن ترحيب. قراية كنا كنقراو مزيان، كنا كنترينيو مزيان، كانوا كيعلمونا داكشي اللي ناقصنا، كنا كنحسوا براسنا بحال الخوت، مع كنا هنايا عايشين بالدراري ما كاينش عائلاتك. الحمد لله ربونا احسن تربيه، كنبغي نشكرهم، واللي ساهم في اي حاجه كنبغي نشكره بزاف، والله يحفظهم والله يسهل على الدراري الاخرين هما اللي كاينين هنا في الاكاديميه. قررت خوض المونديال رغم إمكانية فقدان رسميتك مع نادي فماليكا، وطبعا الوطن فوق أي اعتبار. هل كان هذا المعطى بمثابة شعلة التحدي أو الشحنة التي استمد منها الزبيري قوته من أجل التألق مع المنتخب، العودة بثوب البطل وبزي هداف البطولة؟ كما كتعرف كانت صعيبة شوية، واخا دخلوا شي أعضاء ما خصنيش نقولهم، ولكن كانت صعيبة شوية عليا انا وعلى كوتش وابي ولاجون ديالي باش نقدر نمشي نلعب كوب دي موند. كما كتعرف دوينا مع المدرب وبريزيدون ديالنا، كنبغي نشكر الفرقه من هذا المنبر، حيت كيديروا ما في جهدهم باش يخليوني في بلاصه مزيانه، واخا في الاول ما كانوش باغيين، ولكن من بعد عرفوا بانني الا مشيت للكوب دي موند غتكون اوبورتونيتي ديالها مزيانه ليا، كنبغي نشكرهم بزاف. وبالنسبه للتحدي كيبقى داكشي على الله، يعني توكلنا على الله، والصلاه ديالك وتتامن رضا الوالدين هي اللي مخلياك تزيد لقدام. وكيبقى تحدي يعني يا الحمد لله ربي كان معايا ووفقني وعطاني هذه الفرصه هذه اللي عمرني غنساها. كنبغي نشكر الفرقه، وكنبغي نشكر والديا والمدرب وابي اللي عطانا الثقه في كوب دي موند وما حشمناش بهم. في المواعيد الكبرى والحاسمة يظهر الكبار، كنت حاسما في جميع المباريات. كيفية التحرك بدون كرة، دقة التمركز، الحس التهديفي العالي، ما هو السر وراء هذا الحضور الذهني أمام مرمى أعرق المدارس الكروية؟ السر هي الخدمة، كتجيب لونطريمون، كتجيب الثقة مع المدرب اللي كاين معاه. إلا كان شي مدرب شايق فيك كتجيك الكرة سهلة باش تدخل، وكتجيك مع الثقه ديال صحابك. الا كانوا صحابك كيفهموك وداك الشيء اللي كتكون مركز مزيان ما كتسناش كره تجيك. الحمد لله الدراري كانوا تبارك الله كيفهمونا، كنفهموا بعضياتنا، ما كانش شي واحد ما حامل شي واحد، كانت فرقه مزيانه كما كتشوفوا. كنا كندخلوا كنا بحال خوت، كنا كنتقاتلوا كاملين، انا اتاك كنرجع حتى اللور، الدراري اللي قدام تا هما كيتقاتلوا، اللورانيين تا هما كيتقاتلوا كيوصلوا لنا كره باش نقدروا نساهموا في شي حاجه. وكما قلت لك خصك تشكر ضروري الكوتش ديالنا، حيت عطانا واحد الثقه وواحد الموتيفاسيون كبيره، كنبغي نشكرو بزاف والحمد لله على هذا الشيء كامل. ياسر، ما الذي يميز
المدرب محمد وهبي الذي تعرض لانتقادات كبيرة قبل بداية بطولة كأس العالم، خاصة بعد ضياع لقب الكان، وربما أعظم إجابة كانت داخل المستطيل الأخضر. والصراحه وهبي حنا من شحال هذه واخا كنا كنشوفوا ديك الانتقادات كنا ديما تايقين فيه وديما كندويو معاه، كنا ديما تايقين فيه كنقولوا ليه زعما انت اللي كاين ومزيان. الصراحه وهبي كيعجبنا بزاف حيت رادنا بحال الخوت ومحيد بيناتنا ديك الحساد ولا شي واحد بغى يدير شي حاجه كيحيدها. الصراحه كنا تايقين فيه بزاف، لا في ليوناف لا في كوب دافريك لا في كوب دي مون، حيت تبارك الله كيخدم وكيسمع لينا وقريب لينا بزاف. هذا هو اهم حاجه في المدرب، هو كيكون قريب لك كيكون عاطيك الثقه. كنبغي نشكرو بزاف من هذا المنبر، وان شاء الله نشوفو حتى هو في فرق كبار ولا في شي منتخبات كبيره ان شاء الله، حيت يستاهل. وفرحت ليه بزاف على قبل هاد كوب دي موند اللي دار، حيت ما يستاهلش ديك الانتقادات اللي كانت شحال هادي، ولكن الحمد لله ربي كبير ووفر ليه داكشي اللي خدم، هو خدم وربي وفر ليه داكشي اللي باغي. كنبغي نشكرو بزاف، كنقول ليه الله يسهل عليه من هذا المنبر. قلت بالحرف بأن الأرجنتينيين تكلموا كثيرا قبل المباراة، لكن في نهاية المطاف التهمتموهم على رقعة الميدان. هل أجمعتم بينكم على أن منتخب الألبي سيليستي سيسقط حتما في فخ استصغاركم قبل النهائي؟ كاع الفرق اللي لعبنا معاهم راه كانوا كيدويو قبل الماتش ديما كيصغروا منا، ولكن حنا ما عارفين بان المغرب راه صعيب بزاف. ولكن الماتش ديال الارجنتين حيت شفنا فيديوهات، شفنا داكشي كيكون في الغيزو، دخلنا باش نسكتوهم، باش نوريهم شكون المغرب، باش نوريهم الشعب الكبير ديالنا. وراه يمكن تفاجئوا بالجمهور اللي جا حضر في التيران، كانت لنا موتيفاسيون كبيره. كنبغي نشكرهم بزاف حيت ضربوا الطريق بزاف وجاو على ودنا. بيناتنا قلنا زعما نبقاو مكونسونطرين، ما نديوهاش في الاول، ما قلنا ما نديوهاش في هاد الفيديوهات هادو. قلت لهم بقاو مكونسونطرين نشوفوا الماتش ديالنا حنايا، اما من بعد ملي غيسالي الماتش ديك الساعه غنعاودوا نرجعوا لهم داكشي اللي داروا لينا. ولكن الحمد لله حنا مربيين، واخا ملي ربحنا ما درناش بزاف. ديك الساعه كنا مع الجمهور ديالنا فرحنا معاهم ونسيناهم، وما حداش ما مسوقينش لهم كاع، مسوقين للدرابو اللي هازين وهذا الدرابو الكبير اللي هازين والشعب اللي كان حاضر مشينا احتفلنا معاه وهذا الشيء اللي كاين. كيف عشت لحظة الاستقبال الملكي من طرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وما الذي دار بينكما خلال الثواني القليلة التي ستظل راسخة في ذاكرتك بكل تأكيد؟ الصراحة ذاك النهار اللي دوزنا البارح ما يمكنش، داز نهار زوين والاستقبال ديالو كان زوين بزاف وعطانا واحد الموتيفاسيون كبيرة، حيت كتشوف ولد سيدنا. كنبغي نشكرو بزاف، الله يخلي لنا سيدنا حتى هو، الله ينصرو لينا. واللي دار بيناتنا هو موتيفاسيون، قال لنا الله يسهل عليكم تبارك الله، كملوا الخدمه مزيان والله يخلي لنا حتى هو، الله يحفظو لينا. خروج الحافلة المكشوفة وسط حشود غفيرة بشارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط، كيف كان شعورك في تلك اللحظة وأنت ترى آلاف المغاربة يحتفون بك وبزملائك ويهتفون باسمك، ربما في مشهد يشبه الأحلام؟ خويا الصراحة ما نكذبش عليك، بقيت مصدوم درت للدري صاحبي قلت له واش بصح حنا درنا هاد الشيء هذا، قلت له راه ما يمكنش. كيصحابني واش لاعب مع الكبار، ما يمكنش زعما ايفان واخا حققنا كاس العالم، ما يمكنش داك الشعب كامل اللي خرج البارح. تصدمت بزاف وكنبغي نشكرهم بزاف، والله المغرب شي حاجه كبيره بزاف، كنبغي نشكرهم بزاف، كنبغيهم بزاف، وان شاء الله نزيدو نفرحوهم بزاف ويستاهلوا، والله يستاهلوا بزاف هذا الشيء. هل لديك لحظة مفضلة أو ذكرى معينة ستبقى راسخة في ذهنك خلال بطولة كأس العالم؟ قد يكون هدف، قد تكون ربما احتفالية. البيت اللي نقدر عمري ننساه هو البيت الثاني ديال الارجنتين، واخا الكفره كانت زويونه، ولكن البيت الثاني بحال حسينا براسنا، بحال قربنا نوصلوا لذاك الحلم ديالنا. كما شي التسلي براسو ما تلفش، ما عرفتش ما ندير. داك البيت غيبقى راسخ ليا في بالي حتى الصفيره ديال الحكم في الاخر، حتى هي عشنا واحد اللحظه زويونه بفرنسا في بلانتيات، حيت الصراحه حكيم صباحي كان يستاهل حتى هو. الدري ظريف، والبكيه اللي بكيت تما في التيران بكيت على ودو، حيت الدري تبارك الله ظريف ومربي وولد الناس ما كيبغي الخير. كما كاع كتشوف ملي كنكونوا كاع لاعبين، اول واحد كيفرح معنا هو كيجي كيجري عندنا كيفرح معنا. دري ظريف يستاهل ديك الفرحه ويستاهل حتى هو يحس براسو راه قدم شي حاجه للشعب ديالنا المغربي.
النجومية المبكرة تحمل ظلا ثقيلا في غالب الأحيان، كيف ستوازن بين عبء الأضواء والرغبة في العمل بالصمت بكل تواضع من أجل المضي قدما؟ دابا النجوميه عندها سيمانه كاع، الا كثر شي عندها سيمانه غتعيش شويه غيجيو يتصوروا معاك كذا، من بعد تمشي في حالك لفرقتك. يعني من بعد تمشي لفرقتك كينساو لك هذا الشيء ديالو حيت ماشي في المغرب. يعني كون كنتي كتلعب في المغرب تقدر تفكر هكا، اما دابا تمشي للبرتغال هما راه ما غيعتبروش المغرب تمايا. يعني خاصك تمشي لفرقتك، خاصك تخدم مزيان باش ان شاء الله تزيد تخدم وتزيد تمشي لشي فرقه كبر منها. وملي غتلعب في فرقه كبر منها وتلعب تشامبيونز ليغ داكشي اللي كاين النجوميه ديال بصح، ملي غيعيط لك الناخب الوطني الاول هذه كاين النجوميه. اما دابا حنا باقي صغار، باقي خصنا نخليو رجلينا في الارض ونخدموا ونزيدوا نفرحوا والدينا حيت يستاهلوا اكثر من هذا الشيء، وان شاء الله نزيدوا نخدموا وان شاء الله ربي يكون معنا. مالكة، والأكيد أن سقف طموحاتك الشخصية ارتفع بشكل كبير بعد هذا الإنجاز التاريخي. ليطاب الجايه ديالي دابا هي ان شاء الله نرجع لفرقتي ونلعب ماكسيموم ديال لي ماتش وماركي بزاف في البيوتا باش ان شاء الله، حيتاش بغيت ان شاء الله دغيا نعاود ندير تجربه اخرى بشي فريق كبر شويه باش ان شاء الله نوصل لداكشي اللي بغيت مبكر. لوبجيكتيف ديالي انا الصراحه هو نلعب في البارسا، حيت الفريق من الصغر وانا كنحلم نلعب فيه. مشيت كاع في صغري تفرجت فيهم، كان ديك الساعه ميسي نيمار سواريز كنت كيعجبوني بزاف، وكنت بارساوي ديال بصح من صغري. يعني كنحلم نلعب بالبارسا، ولكن ان شاء الله باقي غنخدم عليها. لوبجيكتيف ديالي باقي بعيد شويه على البارسا. لوبجيكتيف ديالي دابا هو نرجع لفرقتي نلعب ماكسيموم ديال الماتشات والماركي بيوت ان شاء الله، وندير سميتي في الفرقه. وليطاب الجايه ان شاء الله ما عرفيناش ربي اللي مكتب لينا المصير ديالنا. ياسر، ما هي رسالتك لكل طفل وشاب مغربي يحلم بأن يسير على الدرب نفسه وأن يحقق ما وصلت إليه الآن؟ بغيت نقول يخدموا ويسمعوا الهضره اللي واصلين في حياتهم، يسمعوا الهضره اللي بنادم اللي واصل، يسمعوا ليه الهضره، يخدموا، يكون راسهم صغير، ما يتقلقوش، يقراو في نفس الوقت حيت ما تعرف ربي اش مكتب لك. قرايه بعد على الاقل تكون شاد الباك ديالك، واخا زعما تشد الباك ما دير به والو، المهم يكون عندك الباك. تخدم مزيان في لي زونطريمون ديالك، تزيد من راسك شويه، والصلاه ديالك تصلي باش ربي ان شاء الله يوقف معاك. خصك تعطيه باش ربي يعطيك، وتعطيه الصلاه باش يعاونك. وان شاء الله هادشي اللي نقدر نقول لكم هو تخدموا مزيان وربي يسهل عليكم ان شاء الله.